عليكم البنات، بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام. صحة فطوركم ولا صحة سحوركم على حساب الوقت اللي حتشوفوا فيه هذا الفيديو. وإذا راكم صايمين وسخفتكم شهيتكم في الجنة إن شاء الله يا ربي. أني رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة لتحلية باردة ما شاء الله يا البنات، بنينة وكما نقولوا سهلة وتاع اقتصادية وبحوايج هكا متوفرين في كل بيت. جبت لكم وصفة البوراك بالبيشاميل للناس اللي تحب البيشاميل. خممت فيكم وجبت لكم وصفة ولا أروع. تابعوا الفيديو حتى الأخير راح يفيدكم بزاف، وما تنساوش ديروا لي جيم وكومنتير. واللي مازالت ما اشتركتش في القناة تنقول لك اشتركي في القناة، واللي جدود معايا مرحبا بكم حبوباتي. واللي هنا كما راكم تشوفوا جبت لما اللي حنحطهم في الطاولة الصباح وحبيت نغسلهم ونحطهم نتنى منهم كما عودتكم في الفيديوهات السابقة. لهنا كما راكم تشوفوا هنغسل هذا ونحط لهم التيكي هذا ورغونتهم. واللي هنا هذا كما راكم تشوفوا درت لهم ما سخون باه يتنحى لي هذاك التيكي فاسيلمون البنات. ذوك تشوفوا قدام عينيكم، ما مسرعتش هذا الفيديو باه تشوفوا باللي كيفاه نحيو هذاك التيكي. كاين اللي بزاف يقلقوا منه ما يعرفوش كيفاه ينحيو. هذه هي الطريقه اللي تنحيو بها هذاك التيكي، سهله غير ديرهم مسخون كما راكم تشوفوا وتغسلوهم عادي. ولا هنا بعد ما غسلتهم وشللتهم راني نحط فيهم في هذه السربيات باه ينشفوا مليح. ومن بعد جبت هذو الكيسان راح ندير فيهم اللبن. حبيت نزيد اللون الاسود بهكا الطاولة تكون نكاسي شوية هذاك اللون الكري الفاتح، حبيت ندير حاجة غامقة. ولا هنا كما راكم تشوفوا رجعنا لوصفة البوراك تاع البيشاميل. جبت كمية من صدر الدجاج كما راكم تشوفوا نتوما ديروا على حسب كمية على حسب العائلة تاعكم. كما راكم تشوفوا ما حبيتش نرحيه بزاف رقيق، حبيته هكا شويه رحيته غير خاطره برك وسكرت عليه ما طولش عليه. وكما راكم تشوفوا جا هكا شويه حشد روحه، ما حبيتش يكون هذاك اللي يكون اطري بزاف باه نحسوا بالقو تاعو. كما راكم تشوفوا من بعد درت له حبه بصله كبيره كنت قطعتها رقيقه وحطيتهم يتقلاو هكا مع بعضهم. ودرت لهم شويه ملح شويه فلفل اكحل ما كثرتش بزاف وشويه بودره الثوم. والى عندكم ثوم عادي ديروا له. المهم حبيت هكا ندير له شويه نكهه، ما تكثرولوش البنات التوابل لا خاطر هذه تاع بيشاميل ديما تجي هكا يجي ابيض وما فيش القو هكا بزاف باه ما تجيش فيه التوابل هكا ريحه التوابل بزاف. ولا هنا جينا ندير معكم البيشاميل. درت 2 مغارف كبار زبدة كما راكم تشوفوا و3 مغارف فارينة ممسوحين ما عمرتهمش يعني بزاف. درتهم شوية شوية متوسطين. ومن بعد حركتهم مع بعضهم وبديت نحمص فيهم. لهنا كي حسيتها بدات هكا تولي سائلة ما حسيتهاش هكا شادة روحها، زدت لها شوية فارينة باه تشد شوية روحها وكملت نحمص فيها كما راكم تشوفوا. من بعد جبت كاس حليب بارد، لازم تكون بارد يا البنات. كي تكون الخليط تاعكم هذه تاع الزبده سخون لازم ديروا له ما بارد باه ما تجيكمش هذيك التكتلات. كما راكم تشوفوا راح نضيفه بالتدريج ونخلط في نفس الوقت، ما نخليش يدير هذوك التكتلات. كما راكم تشوفوا ملي حطيت الحليب بديت نخلط حطيته بالتدريج كل مرة نديرو حتى تتحصلوا على شوية هكا دوك تشوفوا قوامه. ما جريتوش بزاف، خليته عاقد شوية، ما حبيتش نديرو جاري باه ما تقطعليش الديول ديالي باه ما يجيش هكا سائل بزاف. كما راكم تشوفوا خليته ما هو سائل بزاف ما هو عجين بزاف. كما راكم تشوفوا
ضفت له شوية فلفل أكحل وشوية ملح كما راكم تشوفوا، ما كثرتش ثاني الفلفل الأكحل ما تجيش فيه النكهة بزاف قوية، وقعدت نخلط حتى شد روحه. دوك نوريكم القوام تاعو. كما قلت لكم البنات ما ديروش سائل بزاف وما ديروش عجين بزاف، كيما هكا يجي كل البيري. ومن بعد راح نطفي عليه وراح نزيد له فرماج. درت كان عندي هذا تاع الميزان كما راكم تشوفوا، درت شويه قسمه غرفه كبيره وخليته يذوب معاه. من بعد حطيته في بول وراح ندير له السيلوفان كما راكم تشوفوا، خليته يبرد شويه. درت له على الاطراف ديالو وخليته يبرد شويه. وهنا راح نوري لكم الدجاج تاعي بعد ما طاب هكا يكون اللون ديالو ما يكونش هكا بزاف احمر، متحمروش بزاف وما يكونش بزاف مش طايب كما راكم تشوفوا. راح نخلطه مع البيشاميل ديالنا ولهنا راح نديرو في الديول كما راكم تشوفوا. الديول اللي قسمتها على زوج وراني راح ندير في وسط هذه الحشو فرماج الشيدار اللي يتباع هذاك بالميزان، وغلقت عليهم كما راكم تشوفوا الطريقة امامكم. ولهنا جيت حطيت هذا اللمان بعد ما نشفولي تماما، وزدت نشفتهم شوية اللي بقاو مشي ناشفين كما راكم تشوفوا. حطيتهم فوق الطاولة ديالي، راح نحطهم نقدمهم كما راكم تشوفوا كيما هكا. راني نجرب كيف تجي الطاولة. ولهنا نرجعوا لوصفتنا لنهار اليوم اللي هي التحلية اللي راهي دايرة حالة في المواقع التواصل الاجتماعي اللي بزاف راهم يديروا فيها الاقتصادية وبنينة يا البنات. كي جربتها عجبتني بزاف. كما راكم تشوفوا انا عندي لتر حليب درت فيهم زوج مغارف كبار انشا، ودرت فيهم زوج ساشيات تاع فاني فلون تاع فاني نوارة كما راكم تشوفوا. خلطتهم بارد في بارد ومن بعد حطيتهم فوق نار قليلة متوسطة ماشي عالية بزاف كما راكم تشوفوا. ونبقى نخلط. تعرفوا البنات نشا اللي هي عقد، قعدت نخلط كما راكم تشوفوا حتى حسيته غلا وبدا يعقد. طفيت عليه كما راكم تشوفوا، خليته كما هكا وراح نديرو ديراكتومون في الكيسان يا البنات. خفت يزرب يجمد لي. كما راكم تشوفوا هنايا وجدت الكؤوس. راح نحطه فيها. راح ندير الطبقة الأولى، نوصلها للنص كما راكم تشوفوا. نديرو طبقة فلون تاع فاني، والطبقة اللي من فوق حنديروها بالفواكه. ذوك نوريلكم الطبقة الثانية. لهنا كما راكم تشوفوا عمرته حتى للنص وحبست. وذوك نوريلكم الطبقة الثانية وش حنديرو فيها. لقيت عندي هذا الديسار كما راكم تشوفوا، حبيت نديرو الطبقة الثانية. درت شوية فراز شوية بنان وشوية تفاح وشوية تشينا كما راكم تشوفوا، قطعتهم كريات صغار. ولا هنا راني نخلط فيهم. البنات ديروا وش كان متوفر عندكم، ديروا اي فاكهة كانت عندكم ديروها. تقدروا حتى ديروها بالفراز وحدها، تقدروا ديروا بالتفاح وحده، بالتشينا وحدها، اللي كانت عندكم ديروها. كما راكم تشوفوا البنات بعد ما خلطت الفاكهة هذيك حطيتهم من فوق هذاك الفلون بعد ما جمد لي مليح. حطيته يبرد بعد ما جمد لي مليح. درت الفاكهة هذيك ودركا نجيو للطبقة الثانية. درت فيها زوج كيسان جي دورانج، ودرت زوج مغارف كبار سكر، لكن ما عمرتهمش مليح يا البنات باه ما يجيش بزاف حلو. ودرت لهم باكي تاع فلون فاني نوارة كما وريته لكم قبيل، وخليتهم بارد في بارد كما الطبقة الأولى، وحطيتهم
يغلاو كيما قلت لكم خليته يغلى شوية مليح باه يذوب هذاك الفلون، ومن بعد طفيت عليه وجيت نحطو ديراكتومون فوق هذيك الفاكهة. كما راكم تشوفوا درت الطبقة الثانية. جا بزاف هكا باهي في الشكل ديالو، وحتى في القوب جا بنين بزاف للبنات، مليحة هكا ساعة ساعة نوعو. ماشي لازم ديما نديرو الفلون سامبل ولا. شوفوا بهذه الطريقة اقتصادية، وكنا نوعنا في التحليات كما راكم تشوفوا. كيما هكا، ومن بعد راح نحطهم يبردوا معانا مليح، ومن بعد راح نوري لكم التقديمات كيفاه جاو. ولهنا نرجعوا للطاولة ديالنا بعد ما حطينا كلش. كما راكم تشوفوا شوفوا كيفاه جاء البن في هذا الكيسان. حبيت نزيد هذا اللون النوار كما قلت لكم باه نبدلوا شوية الألوان. ولهنا راني نوريكم درنا المطلوع. شوفوا البوراك البنات وشحال جا بنين، ما تشبهوش منه يا البنات، جربوه وردوا لي بالاخبار، حطوا لي في الكومنتار. ولهنا حطينا طاجين حلو. طاجين الحلو يا البنات اني درت لكم الوصفه تاعو في رمضان اللي فات، دوك نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف اللي حبيت تشوفوا. ولهنا هذه سلطه. درنا سلطه خفيفه ظريفه كما نقولوا، ودرنا سردين وطاجين حلو وبوراك، ودرنا المطلوع والشربات كذلك البنات راني حطيت لكم الوصفة تاعها. دوك نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. كما راكم تشوفوا هذه الطاولة بعد ما جهزتها، دوك نوري لكم بعد ما نسربي السوب ديالي. درنا سوب اليوم، سوب تاع السردين، بما انه كان عندنا السردين حبينا نبدلو شوية من الشوربة. وهذه هي تقديمات اللي درتها مع هذه التحلية. شوفوا البنات كيفاه جا شكلها بزاف راقي وبمكونات بسيطة، جربوها ومش حتندموا. ولهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. ما تنسوش ديروا لي جيم وكومنتير، ولا مازالت مشتركتش في القناة اشتركي في القناة، والى اللقاء.